بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي. عاملين ايه؟ يا رب ان شاء الله تكونوا بخير كده. النهارده يا حبايبي هنعمله الحلو بتاع زمان، حلو البطاطا بالقشطه. من زمان يعملوها للاطفال الصغيره كده، الناس بتوع زمان الخير كان في بيتهم كتير، كانوا يعملها لهم بالقشطه. احنا هنعملوها ايه النهارده؟ وفي وصفه جدتي عشان العظام ومشاكل الركب. اليومين دول الجو برد وكله عظمه بيوجعها. هقول لكم عليها، بس تابعوني في اخر الفيديو. خلاص يا حبايبي. البطاطا جبنا البطاطا سلقناها اهي. انا عامله شايفه انا عامله اهوت بطاطا اهو القشطه اهي قدامكم اهي. واحنا هنعملوها زي دي كده، شايفين يا حبايبي؟ هنعمله زيها بالظبط. جبنا البطاطا سلقناها وهنقشرها بقى كده. بطاطا ياما الايام دي صيف شتا موجوده في اي وقت، ومغذيه للكبار والصغار. هاتوها يا حبايبي واعملوها. هتسلقيها، تسلقوها بقشرتها، ما تسلقوهاش من غير ما تقشرهاش وتسلقيها، اسلقوها بالقشره بتاعتها وبعدين قشريها افيد. بدل ما تحطها بتبقى محليه، بتحطها في الميه بتبقى مسخه ومش حلوه. خلاص يا حبايبي. كل سنه وانتم طيبين. اعملوا لايك واعملوا اشتراك يا حبايبي. اللي اول مره يشوفني يعمل اشتراك واعملوا لايك عشان ما اعمل حاجه يوصل لكم كل جديد ما نعمله. اعملوا لكم الحاجات القديمه بتاعت زمان والحاجات الجديده بتاعت الايام، واعملوا لايك واعملوا اشتراك. خلاص يا حبايبي. قشرنا البطاطا اهي يا حبايبي، قشرناها. اللي عايز بقى يحط سكر وقرفه يحط سكر وقرفه، اللي عايز يسيبها كده من غير سكر يسيبها من غير سكر. الاول هنحط كوبايه لبن، نعمله قشطه الاول. وعندك عندك قشطه وش اللبن. بعد ما تعملي دي القشطه الكدابه دي هنعملوها الاول عشان نسيبوها تبرد. عندك قشطه من اللبن، محوشه قشطه من اللبن، اعمليها كلها. ما عندكيش قشطه من اللبن اعملي القشطه الكدابه، ولو عندك شويه قشطه من اللبن حطوهم عليها بس بعد ما تبرد. فاحنا هنعمله ايه القشطه الكدابه الاول كده على النار عشان تلحق تبرد شويه. خلاص يا حبايبي. خضار كسرونه زي ده كده النكهه دي، وبطاطايه ناشفه ناحيه الشباك كده دي. خلاص يا حبايبي. حطينا كوبايه لبن ومعلقه نشا كبيره، دوبناها في حبه ميه كده وحطيناهم كده على النار. نعمله ايه قشطه الكداب. عندك وش اللبن محوشاه حط منه، ما عندكيش اعملي. عندك شويه كده صغيرين كده هنعمله قشطه كدابه ونلخبطوها عليها بس لما تبرد شويه. خلاص يا حبايبي. قشرنا البطاطا اهي نهرسها بقى. اللي عايز يا حبايبي يحط سكر وقرفه يحط سكر وقرفه، اللي بيحب القرفه يحط سكر وقرفه، تبقى حلوه برضو بالسكر والقرفه. خلاص يا حبايبي. هنهرس بقى البطاطا كده اللي احنا قشرناها. تسلقوها بقشرها، تغسلوها كويس وتسلقوها بالقشره وبعدين تقشروها. ليه؟ لما بتقشروها وتسلقيها بتبقى مش محليه، بتبقى مسخه. لما تسلقيها بالقشره بتاعتها بتبقى محليه. هنهرسها اهو. حاجه بسيطه وحاجه سهله عشان الاطفال. خلاص يا حبايبي. وقفولي شويه هنهرسوا بقى البطاطا كده بالشوكه، ريشها خالص كده كده اهو. ما تهرسيها بالشوكه اهو يا حبايبي. هرسناها اهو بالشوكه يا حبايبي خالص.
المهلبية على النار اهي. المهلبية الكدابة تعملها من غير سكر، تعملي المهلبية دي من غير سكر. خلاص يا حبايبي، هي بتتخن بقى. لما تغلي كده انك طافية عليها، اول ما تغلي كده تطفيها. خلاص يا حبايبي، وسيبها بقى لما تبرد شوية كده عشان نحط عليها القشطة اللي من وش اللبن. هخليها تبرد كده شوية. خلاص يا حبايبي، حط بقى ايه البطاطا بقى. ممكن تحط في الكاس، ممكن تحط في طبق اللي انت عايزه تحطيه. حطيهم في كاسات كده عشان الاطفال. اللي بيحب السكر والقرفه يحط سكر وقرفه، واللي ما بيحبش القرفه يعملها كده من غير قرفه. هي بتبقى محليه وحلوه من غير سكر ومن غير حاجه. جبنا البطاطا سلقناها بقشرها. سلقنا البطاطا بقشرها وقشرناها وهرسناها كده زي ما انتوا شايفين كده. ونحط على وشها بقى القشطة. هرسناها وحطيناها في الطبق. هتحط في الكاس، حط في الكاس اهي. بس يا حبايبي اعملوا لايك واعملوا اشتراك يا حبايبي. طبعا انا هعمل لكم كل جديد اللي انتوا عايزينه. خلاص، عندك قشطه بقى محوشاها من اللبن كده، هتحطها عليها كده. حطها عليها وتقلبيها بقى كده في بعض. لما تبرد بقى تديكي الاحساس اللي انت ايه بتاكلها بالقشطه. هما بقى الناس بتوع زمان واهالينا دول خير عندهم كتير. القشطه والحاجات الحلوه ده عندهم كانوا بيحطوا منها قشطه خالص. يا حبيبي يا حبايبي شايفين؟ من تحت بطاطا ومن فوق قشطه. حط بقى على وشها ايه، عندك زبيب، عندك جوز هند، حط على وشها كده سوداني. عندك شويه زبيب، عندك شويه جوز هند، حط. بما ان بقى احنا ما حطيناش سكر في البطاطا ولا سكر في الكريمه، وعندك كراميل، ممكن تحطي كده على وشها كراميل. خلاص يا حبايبي، عشان الكريمه ما فيهاش سكر وما حطيناش في البطاطا سكر. حط كده كراميل على وشها اهو يا حبايبي. شايفين اهو؟ ايه رايكم بقى؟ عملناها مع بعضينا. وصفة بقى جدتي عشان آلام العظام وآلام الركب والعظم والحاجات دي. هتزرعي بطاطايا. بصي يا تعالي، في عندك برطمان هنا اهو، هاتيه حطيلي فيه ميه. استنى الفريق. وصفة جدتي بقى يا حبايبي النهارده، ورق البطاطا. ورق البطاطا تجيبوه، لا اما تضربيه في الكبه او تضربيه او تدقيه في الجبن ولا حاجه اللي يريحك، وتحطيه في برطمان وعليه زيت زيتون. تسيبيه 3 ايام وتتهني رجليكي. طب انت ما عندكيش بطاطا بقى، ورق بطاطا تجيبيه منين؟ ورق البطاطا تجيبيها منين؟ انت تعمليها انت في البيت. تعملي انت البطاطا او تزرعي البطاطا في البيت عشان تاخدي الورق بتاعها.
الورق بتاعها اهو، انا زرعاها اهو في البيت. شايفين اهي، دي بطاطايه. شايفين يا حبايبي؟ دي بطاطايه مزروعه في البيت اهي، بطاطايه مزروعه في البيت اهي، انا زرعاها. عشان تضمن ان ده ورق بطاطا، تروح تجيبيه من عند العطار ما انتش عارفه ده ورق ايه. ده ورق البطاطا. بصي بيبقى عامل ازاي اهو، شايفاها؟ تزرعها كده وتقعد عندك اسبوعين ثلاثه، في الثلاث اسابيع بتطلع شجره كده بالورق بتاعها. تعملها ازاي دي اهي؟ شايفين يا حبايبي اهي؟ هتجيبي برطمان فاضي عندك وتحطي فيه حبه زلط او حبه حته اهو، شايفين؟ اهو زلط كده، او حجاره او اي حاجه من اللي هي اللي تنقيها كده من الارض وتحطها تحت. ليه؟ عشان البطاطايه لما تحطها ما تسقطش في قعر البرطمان، عشان هي بتطلع جدر، بتعمل جدر كده. هي بتعمل جدر هي حبايبي، تبقى لها جدر. تجيبي تنقي البطاطايه اللي فيها شعر كده، البطاطايه اللي فيها شعر تحطيها بقى كده على الحاجه اللي انت ايه، على الحجر اللي انت حاطاه تحت ده، وتحطها كده. حط عليها ميه بقى، حط ميه، تملي البرطمان ميه كده اهو، تحطها فيه. تملاها ميه كده وتحط البطاطايه فيه. بعد 3 4 ايام هتلاقيها نبت. بعد اسبوع هتطلع ورق، او اسبوعين هتبقى بالشكل ده. شايفاها كده؟ باسبوعين اهي مطلعه الورق ده. خلاص يا حبايبي، هتقصي مثلا 4 ورقات 5 ورقات، تطحنيهم وتحطهم في برطمان. تطحنيهم وتحطيهم في برطمان. انا ايه مش هوريكم بس الطريقه. هتقطفي منها كده، حطها في البرطمان كده، حط عليها بقى زيت زيتون بس تطحنيها. انا حطاها كده عشان ايه ما اضيعش وقتكم، بس تطحنيها ما تحطهاش كده اهي. تحط عليها زيت زيتون كده وتسيبيها بقى 3 4 ايام في برطمان كده وتغطيها. بعد 3 4 ايام تدهني بقى عظم رجليكي، تدهني بقى الركب، تدهني بقى مفاصلك، كل اللي تعبك تدهني بيه. خلاص يا حبايبي، اعملوا لايك واعملوا اشتراك وتابعوني، هعمل لكم كل حاجه جديده ووصفات جدتي. باي باي يا حبايبي.